السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفات جديدة. اليوم غادي نحضر معكم اقتراحات اللي غادي تنفعكم للشهر الكريم، خفيفة ظريفة في المتناول. غادي نحضر معكم هاد البيتزات اللي كيجيو ولا اروع، تحلية ديال الروز اللي كتجي لذيذة بزاف وخفيفة للسحور او للفطور. غادي نحضر معكم كذلك قنينطاس ديال الرز والقرفة اللي كيجيو من ألذ الوصفات، بالعجينه ديال البسطيله المنزليه مليون في المئه. وصفات اللي ممكن انها تنفعكم بزاف. خليكم معايا في الفيديو فضلا وليس امرا. كما تابعتوا معايا، هذا هو القوام ديال العجينه ديال الورقه على البخار اللي غادي نحضر معكم. ما كتجيش يعني ثقيله بزاف وما كتجيش خفيفه، شويه على العجينه ديال البغرير. صافي هنا ضروري خاصكم تخليوها ترتاح على الاقل واحد 20 دقيقه، ولا عندكم الوقت خليوها اكثر. هكا يعني كتجيكم زوينه وما كتجيكمش نهائيا محببه، وكتجيكم كذلك سهله في الخدمه ديالها. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الورقه او لا كيكونوا المحلات اللي كيبيعوها يعني بعيده عليهم، حتى هذه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه. النشا اللي وضعت فيها كيعطي هذيك التقرميشه ملي كنقليوها اولا ملي كنوضعوها في الفران. دائما كنحضر معكم وصفات اللي سهله وبسيطه وفي المتناول ديالكم. هنايا راه كتعطي كميه كثيره. ممكن تحضروا هاد القنينطات هادو ديال الرز بالمذاق ديال القرفه، تحتفظوا بهم في المجمد الوقيته اللي كتبغيوهم، كتجبدوهم مباشره، كتوضعوهم في زيت اللي كتكون مازال ما سخوناش باش كيتقلاو لكم
وكيجيوكم يعني حتى من الداخل يعني مزيانين. غادي ندوزو باش غادي نحضروا التحليه. هنايا كما كتشوفوا غادي نخدم في الاول على البارد. كنوضع الدقيق ديال الرز وكنوضع الحليب وكذلك السكر. الحلاوه دائما كتبقى على حسب الذوق. ومن بعد كنوضعوها فوق النار. هاد الدقيق ديال الرز ممكن تطحنوه عندكم في الدار اولا تاخذوه من الناس اللي كيبيعوا هاد المواد. الثمن ديالو جد مناسب، يعني ماشي شي ثمن غالي بزاف، ويعني كميه اللي كتخدموا بها بزاف ديال المرات. ممكن نتوما تنكهوا باي نكهه كتبغيو. وبالنسبه للسكر الفاني غادي نوضعوه في المرحله الاخيره حتى كنحيدها من النار باش كتبقى محتفظه على ديك المذاق. هنايا غادي ندوز ونحطها فوق النار مع التحريك المتواصل. ممكن كذلك تنكهوها بالفانيلا السائله اولا بالزهر على حسب الذوق ديالكم، على حسب الشهوه ديالكم. صافي هنايا ملي غادي تعقد ليا هاد التحليه هذه كنحس بها بدات كتعقد وبدات كتقل. هي ما كتجيش يعني قاصحه بزاف، ولا بغيتو تجيكم قاصحه زيدوا لها الدقيق ديال الرز. صافي هنايا غادي ناخذ هاد الزليفات هادو وغادي نوضع هاد التحليه ديالي. مازال غادي نقدم لكم بزاف ديال التحليات اللي كيجيو زوينين وخفافين وظراف وفي المتناول ديال الجميع. هاد الكميه هذه كتعطيني 4 ديال الزليفات كما كتشوفوا. وكما كنعرفوا هاد الوصفات كنحتاجوهم في الشهر الكريم وكنحتاجوهم كذلك في الصيف فاش كيبدا الجو كيسخن. صافي غادي نخليهم هنايا في حراره المطبخ ومن بعد غادي نوضعهم في الثلاجه سمحوا لي باش يبردوا. والتزيين كيبقى دائما على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا غادي نكمل ونرجع معكم. هنايا كما كتشوفوا من بعد ما سلقت الرز غادي نوضع له القرفه وغادي نوضع العسل اللي ذكرت معكم في المقادير. غادي نخلطهم جيدا ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق باش كتشرب ليا دوك النكهات. الا بغيتو تزيدوا ديروا الزهر ممكن ديروه. هاد الكميه ديال 250 غرام ديال الرز يعني كتعطيني واحد 20 وحده اولا 20 حبه، ولا درتوهم صغار غادي تعطيكم اكثر. وبالنسبه للرز ضروري خاصكم تستعملوا هذا اللي كتكون الحبه ديالو بالنوع اللي ذكرت معكم في الاول مع المقادير. كتجي زوينه وكتجي معلكه، ودائما على حسب الاختيار ديالكم. ممكن كذلك تشكلوهم حتى بريوات حتى هما كيجيو زوينين. هنايا غادي ندوز باش غادي نحضر الورقه. العجينه ديالي صبحات جاهزه. كناخذ واحد الشيته وكنحرك جيدا. المقلاة ديالي وضعتها على الكاسرونه اللي وضعت فيها الماء حتى كيغلي. ضروري فاش نكونوا غادي نصاوبوا هاد الورقه كناخذوا واحد البلاستيك غذائي مباشره. فاش كنحيدوا الورقه كنحطوها في وسط منه وكندهنوها بشويه ديال الزيت باش ما كتنشفش. صافي هنايا كنبقى
ندهن بهذه الطريقه الموضحه امامكم. يعني كنمشي في اي اتجاه بديتو كنمشي فيه، وكنبقى نشوف البلايص اللي كيكونوا عندي يعني ما وصلهمش العجينه، وكنحاول انني نغطيهم بالعجينه. طريقه جد بسيطه وسهله. كما كتشوفوا هاد العجينه اللي كتكون ديال الدقيق مع النشا كتجي زوينه وما كتجيش نهائيا فيها دوك الحبيبات، والورقه ديالنا كتجي شفافه كما غتشوفوا، كذلك كتجي مقرمشه. ضروري خاصنا فاش نوضعوا هاد المقلاة يعني نخليو واحد شويه ديال التهوئه من الاسفل ديال الكاسرونه باش ما كتفيض ليناش. هانتوما شوفوا كيفاش الطريقه. دائما كنمشي معكم خطوه بخطوه. ولا عندكم مقلاة كبر من هذه حتى هي ممكن، ولا العجينه ديالكم اولا الورقه ديالكم غادي تقسموها على جوج. في الوصفات اللي كتبغي الشرح كنبغي نشرح لكم جميع الخطوات، وفي الوصفات اللي كتكون باينه دائما كنختصر. هاد الورقه هذه ممكن تعمروها بزاف ديال الحويجات، كذلك الخضر مع الكفته اولا الخضر غير بوحدهم. ان شاء الله نشاركها معكم الا بغيتو، خليوها ليا في التعليق. مرحبا والف مرحبا. هانتوما راه بكل سهوله كتحيد كما غتشوفوا. انا هي حيت جاتني سخونه ما قديتش نحيدها كامله. ما عندكم مناش تخافوا، بلا ما تدهنوا المقلاة بلا ما والو. صافي هنايا كنوضعها في هذا البلاستيك هذا اللي كتشوفوا معايا. هانتوما شوفوا راه ناجحه مليون في المئة. هي كتبغي شويه ديال اتساع الخاطر وغادي تنجح معاكم من اول مره. هنايا كما كتشوفوا كندهنوها بواحد الشيته اولا كندهنوها غير بيدينا وكنخليوها في هذه الميكه هذه. هانتوما شوفوا هنايا يعني يديا كتبان فيها كتجي رقيقه وشفافه ناجحه مليون في المئة. وما شاء الله الكميه اللي ذكرت معكم راه كتخرج كميه اللي هي زوينه. يعني ممكن تحضروا هاد القنينطات هادو تحتفظوا بهم الوقيته اللي كتبغيوهم كتجبدوهم. ممكن كذلك تنوعوا بالخضار بالكفته، كذلك ديروهم حتى بالحشوه ديال البسطيله علاش لا. هانتوما شوفوا راه بكل سهوله كتحيد. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي وغادي نرجع معكم. هنايا كما كتشوفوا معايا غادي نبدا باش غادي ندير هاد القنينطات هادو. كناخذ الكميه اللي بغيت على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا رقاق اولا غلاط كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نخليكم هنايا مع الفيديو. طريقه راه موضحه وسهله حتى المبتدئات ممكن انهم يديروها. ومن بعد كتحطوها في واحد البلاطو اللي كيكون مغطي بالبلاستيك الغذائي وكتخليوها حتى كتشد راسها وكديروها هكايا في شي بواطه. والوقيته اللي بغيتوها كتجبدوها. خليكم مع الفيديو غادي نرجع معكم.
بالنسبه للخضر هذه اللي غادي نحضروا بها الشوربه، هي خضر متنوعه، ممكن ديروا نتوما اللي كتبغيو. صراحه هاد الشوربه كتجي مغذيه وكتجي زوينه. كاينين بزاف د الناس اللي ما كيشربوش الحريره، وكاينين اللي كيبغيو ينوعوا هكا المائده ديالهم. هنايا عندي هاد الخضر، عندي هنايا حبه ديال المطيشه متوسطه، حبه ديال القرعه كبيره، حبه ديال اللفت، عندي حبه ديال البطاطا، حبه ديال البصله، وحبه ديال الجزر. ممكن تزيدوا حتى القرعه الحمراء الا كنتو كتوفروا عليها. هادو هما المكونات. وغادي نحتاج شويه ديال الفلفل الاسود مع الملحه، يعني ما غاديش ندير فيها العطريه، غير الفلفل الاسود سمحوا لي، والملحه كيعطيها واحد النكهه اللي هي زوينه بزاف. طريقه جد سهله. وكذلك غادي نحتاج شويه ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي كنتو كتوفروا عليه. سبق لي وحضرتها معكم، وحضرتها بطرق عديده، وعندي بزاف ديال الانواع ديال الشوربه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغى يشوفهم. انا هنايا هاد الجزر ما حيدتلوش القلب 100%، وقطعتهم هكايا تقطع اللي هو كبير، لان مازال غادي نطحنهم. هادو بعض الاقتراحات اللي ممكن انها تنفعكم في الشهر الكريم. صافي هنا الماء ديالي راه سخن مزيان، غادي نوضع هاد الخضر هادي. هاد الشوربه هادي كتوجد في الدقيقه 90، ما كتاخذش نهائيا شي وقت، يعني ما بين الطياب ديالها وتقطع الخضر كتاخذ تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 18 دقيقه سمحوا لي. هنايا زدت الفلفل الاسود، وغادي نزيد الملحه، وضعت كذلك حتى الزيت. بالنسبه للزيت ما تكثروش منه. فاش طحنوها الا بغيتو تزيدوا شويه ديال الفرماج، بغيتو تزيدوا اي حاجه، بغيتو تزيدوا هكا طريفات ديال الدجاج اللي كيكونوا مقليين، اولا شويه ديال الكروفيت مقلي، دائما كنعطيكم افكار وممكن تعتمدوا عليها. هاد الشوربه هذه مفيده وصحيه 100%، وحتى وليداتي كتعجبهم بزاف. هنايا غادي ندوز لهاد الميني بيتزا. ميني بيتزا حتى هي سبق لي وحضرتها معكم. هنايا كندير لها هاد الصلصه الجاهزه اللي كتجي ولا اروع. صراحه كتجي رائعه هاد البيتزا، كتجي شي حاجه اللي طوب، يعني حتى هي ممكن توجدوها في الدقيقه 90. غادي ندير لها هنايا الصلصه ديال الطماطم، انا كتعجبني تكون هكايا كثيره، لان هذا هو السر باش كتجيكم البيتزا زوينه. غادي نزيد عليها الطون، غادي نزيد عليها الفرماج، ممكن تزيدوا حتى الا عندكم شويه ديال الزيتون الاسود اولا الابيض اللي كيكون اولا الاخضر اللي كيكون مقطع. وغادي ديروا واحد الرشه مليحه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون. صافي كندخلوها للفران حتى كيذوب الفرماج، وغادي نقدموها ان شاء الله على مائده الافطار ديالنا. تاكلوها بالصحه والراحه نتوما وليداتكم. افكار اللي هي بسيطه وعلى قد الجيب، يعني شي حاجه اللي بسيطه ممكن نحضروا بزاف ديال الافكار. هنايا هاد القنينطات هادو ديال الروز كنقليهم، راه ما كيجيوش نهائيا شاربين الزيت، دائما على الجهه اللي كتكون مقفوله باش ما كيتحلوا لكمش، حتى كياخذوا داك اللون الذهبي اللي نتوما باغيين. ومن بعد كتزيدوا لها شويه د العسل من الفوق. وهنايا هاد الملوي هذا كان عندي كنحتفظ به، كندير له نص طيبه، والوقت اللي بغيتو تنجبدو. القنينطات ديالي ديال الروز تيجي ولا اروع، ساهلين ماهلين. هنايا واحد شويه ديال البيض، هاد المهلبيه ديال الروز، وشويه ديال القراشل اللي سبق ليا كذلك وتشاركت معكم. هاد البيتزا الرائحه ديالها ما نقول لكمش، حتى الشوربه كتجي ولا اروع. انا كيعجبني القوام ديالها بهذا الشكل هذا. ممكن نتوما الا بغيتو تزيدوا تقلوها، تيبقى على حسب الذوق ديالكم. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كنتمنى لكم عواشر مباركه. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم. نتلاقى معكم فيديو جديد وصفه جديده. بسلام عليكم.